عليكم ورحمة وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سيرة من نور، وهي قراءة من صحيح البخاري تدمج مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في كتاب الإيمان في باب علامة المنافق. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده قال: حدثنا سليمان بن ربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال في الحديث الذي بعده أيضا قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذان حديثان عظيمان في علامة المنافق. تعلمون مشاهدي الكرام أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. وهناك علامات على النفاق الاعتقادي، وهي هذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذه الأربع صفات إذا كانت موجودة في الشخص باستمرار تدل على النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. وقد ذم الله عز وجل النفاق أشد الذم، وذكره في القرآن الكريم بلفظ النفاق أكثر من 25 مرة. وهذه العلامات تدل على أن النفاق من كبائر الذنوب، إن لم يكن النفاق هو أشد كفرا بالله عز وجل. وقبل أن نشرع في الشرح سنذكر شواهد حديث أبي هريرة. لأبي هريرة شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذكره الإمام البخاري، وكذا الإمام مسلم، وكذا أيضا ذكره الإمام الترمذي، وأيضا النسائي بلفظ: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. كذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكره أيضا في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الحديث هذا الشاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا حديث أبي هريرة أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، وكذا الإمام الترمذي والنسائي وأحمد في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بطرق مختلفة. واللفظ 3: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أما القرآن الكريم فقد ذكر ربنا عز وجل صفات المنافقين في القرآن غير هذه ال4، منها قوله تبارك وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وإذن هنا هذه صفة من صفاتهم أنهم يوالون الكفار ويعادون المؤمنين. كذلك من صفاتهم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كذلك من صفاتهم: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن هذا قولهم أيضا، هم الذين يقولون دائما: نحن نصحناكم، أنتم أصلا غير قادرين على أن تقاوموا القوات المعادية للقوة الفلانية والقوة العلانية، وقلنا لكم هذا وأنتم لا تسمعون. هذا كلام المنافقين، وهكذا ربنا عز وجل يذكره. فإذا كانت الخسارة على المسلمين يفرحون بها، وإذا كان النصر للمؤمنين يقولون ألم نكن معكم، هكذا.
قال الله تعالى أيضا يبين كذلك من صفات المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هكذا هذه أيضا من صفاتهم أنهم في أثناء اجتماعاتهم أمورهم لا تكاد تراهم يصلون، ويقولون لك نحن سنصلي فيما بعد، الصلاة يعني أوقاتها مفتوحة، وهكذا يتهربون من الصلاة، وإذا كان ولا بد أن يصلوا يقومون وهم كسالى، نسأل الله العافية والسلامة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لأن هذه إشارة إلى أن المنافقين هم الذين يوالون الكفار ويعادون المؤمنين، وهذا دأبهم منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم أيضا أنهم دائما يكونون مع الكفار وضد المؤمنين. انظر هنا في سورة الأنفال ماذا يقول رب العالمين عنهم: إذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني غر هؤلاء دينهم، يعني هم يقولون لهؤلاء أنهم متوكلين على أن الله سينصرهم، على أن الله سوف يمكنهم، على أن الله سوف يصبرهم، على أن غر هؤلاء دينهم. يعني معناه أنهم مغترين بدينهم ويظنون أن الملائكة ستنزل وتقاتل معهم، وأن الأرض ستنبت لهم أسلحة. هذا كلام حقيقة هراء، وهذا قولهم. ولذلك هنا أشار ربنا عز وجل إلى قولهم: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. وهو الذي يحصل اليوم في الطعن في مجاهدي غزة، في طعن في المقاومة والمعارضة الموجودة في سوريا وفي كل مكان. المنافقون يلمزون ويطعنون في إخواننا المجاهدين بهذه الأقوال. كذلك القرآن أيضا فضحهم مشاهدي الأكارم بقوله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وبالفعل أنزل الله عز وجل سورة المنافقين، سورة المنافقون أنزلها سبحانه وتعالى، وتمييزا أيضا وفضحا لهؤلاء المنافقين. قال ربنا عز وجل: اللهم أعذنا يا الله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. هم الجواسيس على فكرة، يعني يرتدون لك ثياب القصيرة ويعفون اللحى ويظنون أنهم ويعلنون توبتهم ويقولون نحن معكم يا مجاهدين، نحن معكم يا هؤلاء. احذروا منهم، احذروا منهم كما سيأتي في القرآن. شوف من صفاتهم قال سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هؤلاء هم المنافقون. هذه من صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر، والعياذ بالله المنكر بشتى أنواعه. المنكر من الفجور ومن الخنا وشرب الخمور والوقوع في البلايا وتعرية النساء وما إلى ذلك. هؤلاء من المنافقين الذين يفعلون هذا ويدعون إلى هذا ويحمونه، هم من المنافقين بلا شك. هذه صفات المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. هذه صفاتهم والعياذ بالله. حذر الله عز وجل منهم، بخلاف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية الكريمة. ومن صفاتهم أيضا مشاهدي الأكارم، نسأل الله السلامة والعافية، قال الله تبارك وتعالى في المنافقين:
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هذه من صفاتهم أنهم يبطنون الكفر، وإذا جاءوا إلى المؤمنين يقولون نحن معكم، نحن تائبين، نحن لسنا ليبراليين، لسنا علمانيين، نحن لسنا مثلا من فصيل كذا ولا من فصيل، نحن معكم من المجاهدين ونحن من المؤمنين، نحن معكم. إذا جاءك المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، ويفعلون ذلك جنة حتى لا يقام عليهم الحد بالقتل أو بالسجن أو بأي يعني ما يقوم به رؤساء المسلمين، ذلك بأنهم آمنوا أي بلسانهم، كفروا أي بقلوبهم. وأيضا وصفهم الله عز وجل بالوصف: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تجد أجسامهم تجذبك من الطول والقوة ولبس الكرافتات ولبس البدل ولبس كذا، تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا فصحاء يجيدون اللغة العربية قل ما يلحنون، واللغة الإنجليزية والفرنسية، وربما أجادوا لغات أخرى ومؤثرين في الكلام. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. نعم، هذه من صفاتهم. ومن صفاتهم أيضا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه من صفاتهم. هؤلاء المجاهدين أو هؤلاء المعارضة أو هؤلاء المقاومة جففوا منابع الدعم لهم، جففوا الدعم لهم، أقفلوا الحسابات البنكية، قوموا بكذا، من أفعال المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. واليوم يتكرر هذا الموضوع في إغلاق الجمعيات الخيرية ومحاربتها بحجة أنها تدعم الإرهاب وتدعم كذا وكذا من الجهاد، والعياذ بالله. هذا من فعل المنافقين. يقولون إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كذلك هم يقومون أيضا بمتابعة أهل الفضل والإحسان والعلماء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، يسعون لإخراجهم من بلدانهم ويسعون إلى الإضرار بهم. هذا فعل المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. فمن كانت فيه هذه الصفة عليه بالتوبة قبل أن يحل عليه الموت والعياذ بالله، فيجد العقوبة الشديدة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. مشاهدي الأكارم، نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عانى منهم. على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي طعن في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بلاء عظيما على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث اتهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة أمنا رضي الله تعالى عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نشر هذا الموضوع والذي تولى كبره، وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وهو الذي أيضا آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه انشق عن جيش النبي عليه الصلاة والسلام ورجع بثلث الجيش. الثلث والثلث كثير، وكانت ضربة قوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله حذره من هؤلاء وقال: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وما اليوم ما يحصل أيضا من هؤلاء الناس في دخولهم المنافقين بين المؤمنين وإظهار الإيمان وإبطان الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. عاد منهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جيش النبي صلى الله عليه وسلم مخترق بهؤلاء المنافقين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم، ولكن كان يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم بالظاهر، وهكذا أمرنا الله عز وجل أن نتعامل معهم بالظاهر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام
علامات تدل على هؤلاء الناس وقرائن تدل على أنهم منافقين، وهي هذه الأربع خصال مع الخصال التي ذكرها القرآن الكريم لنحذر منهم. ولذلك عانى النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المنافقين، عانى كثيرا صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يريدون أن يفرقوا حتى مسجد ضرار الذي تمالؤوا وتعاونوا على الإثم والعدوان لبنائه من أجل تفرقة المسلمين، وحتى يكون عندهم مركزا يقومون. وهكذا كان الله عز وجل أمر نبيه بهدم هذا المسجد، فذهب النبي عليه السلام أحرق هذا المسجد لأنهم كانوا يريدون، ولولا أن الله أخبره بفعلهم هذا لوقع ما وقع في زمن. نسأل الله تعالى أن يفضح المنافقين وأن يكفينا شرهم، وأن يطهر أيضا قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. فالمنافق والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، ويجب على الإنسان أن يجتهد حتى لا يقع في النفاق. نسأل الله السلامة والعافية. مشاهدي الأكارم، صلى الله تعالى أن يوفقكم لكل خير. سأقف هنا ونرجع إن شاء الله ونواصل في الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيبا